عام 2011 في تونس ما كانش عام ثورة كهو، بل كان زاد مليء بالوجايع والمفاجآت من برشا أنواع أخرين، خاصة سكان منطقة سليمان من ولاية نابل اللي استفاقوا على خبر هذايا. الأخبار المفجع مش كان على سكان المنطقة كهو، بل على تونس الكل، خاصة نوعية الجريمة اللي صارت، أسبابها والطريقة اللي صارت بها. كما تقرأوا في الأخبار بالضبط، شاب تقريبا في 25 من عمره يقدم على قتل فتاة قدام زملائها أساتذتها في وسط الليسي اللي تقرا فيه. باش نتعرفوا على تفاصيل الكل نخليكم على الفيديو للآخر. قبل ما نبدأ الفيديو نحب نوصيكم على حاجة المرة هذه، انكم تكتبوا لي في الكومنتات اقتراحاتكم للفيديو الجاي. هذا هو اللي نطلبه منكم. ما نطولش عليكم، ما تنسوش كالعادة اللايك سبسكرايب والشير. خليكم على الفيديو. قضيتنا اليوم باش تبدا من منطقة سليمان كما قلنا في صيفية 2011، وبالضبط في جويلية، وفي واحد من العروسات اللي كان صاير وقتها في المنطقة هذيك. باش نتعرفوا على أول شخصيتنا، أحمد عمره تقريبا 25 سنة، خرج من الدراسة على بكري وتوا ولا شوفير متاع كاميونة، يعني ترانسبورتور، وكل مرة يدبر في راسه بها. أحمد ليلتها كان حاضر كما أغلبية الناس في العرس هذاك، جست حاضر على سبب واحد بركة، إنه يخالط العائلة على الجو وبقية الحاجات المعروفة على العروسات متاعنا. لكن عمره ما هو باش يتخيل انه الحاجه اللي باش يشوفها في العرس هذاك باش تغير له حياته الكل اللي هو، والحاجه هذيك في حد ذاتها. باهي خلينا نتعرفوا على شنو هي الحاجه اللي شافها احمد. هيفا اللي كان عمرها وقتها 20 سنه هكاو، مازالت تقرا هيفا في معهد خاص في منطقه سليمان زاده. احمد من الاول كي شافها ما حسش بحاجه عاديه الجمله، وكاينها الدنيا قدامه ولات الوان. هو هكا قال. احمد حس اللي لازم يحكي مع الطفله هذيك على خاطر عجبته على الاخر، وزيد فوق من هذا كان حاسس اللي هو شافها من قبل. قعد يخمم ليله كامله ورجع في ذكرياته يسال في روحه، يا ربي وين شفت هالطفله، حتى لين في الاخر تذكر وين شافها. هاي فقرات مع احمد قبل في واحد من الاعوام اللي كان يقرا فيهم، ولهنا حل عينيه وشاف قداش بدلت هيفا، قداش خاصه حلات في عينه، وقداش يحب يحكي معاها، وفيسع خمم انه يعمل معاها ريلاسيون. وبالنسبه لاحمد الطريقه الوحيده باش يوصل للهدف نتاعو انه يمشي يحكي مع هيفا، اما وقتها ما كانش ينجم بسبب عده حاجات. اولها انه احمد حاضر في عرس، يعني اغلب عائلته وعائله الطفله موجودين غادي، يعني انه باش يمشي يحكي معاها قدامهم حاجه ما ينجمش يعملها للحشمه وللخوف ولعدة أسباب أخرى. دونك قعد يستنى في الفرصة المناسبة باش يمشي يحكي مع هيفا، لحد ما جاته هالفرصة هذه ببين يديه. هيفا جاها تليفون وقامت باش تحكي بعيد على الحس بسبب الحس والضجة متاع العرس، ولهنا أحمد تبعها، قعد يغزر لها من بعيد حتى لين تكمل المكالمة متاعها وتخلى عليها تيراك. السلام عليكم، انت هيفا هكا؟ قتلوا ايه؟ قالها تعرفني؟ قتلوا لا الحقيقة مو من الاول تفاجأت هي، اللي هو واحد هد عليك تيراك لازم يسميك باسمك وزيد يستنى فيك باش تعرفوا. حاجة تخوف اكثر من هكا برجولية ما نجمش تتخيل. هي جا في مخها من الاول انه عادي هذا واحد من الشباب اللي جاي يحب يتعرف عليها، على خاطر اغلبية البنات في تونس ولا معليش في العالم الكل ما تعرفين الحاجات هذوما. جاوبته هيفا وقالت له الحقيقه راني ما عرفتكش. قال لها راني انا احمد، قريت معاك في العام الفلاني، كانت ذكرتني، ووقتها هي رجعت في مخها وتذكرته. المهم احمد استغل اللحظه هذه وقعدوا يحكيوا متاع درجه هكاكا، مش حديث طويل، جست سالوا على بعضهم اش نحوالك لاباس، اش عامله، مازلت نقرا، اش عامل، خذيت برمي، قاعد نخدم على كاميون وهذاك الكل. هيفا كي حست ان المقابله قاعده تطويل بشويه حبت الحقيقه تجبد روحها منه. الطفل ما شافتوش عندها برشا، ما تعرفش عليه كيفاش يخمم وما تعرفش عليه شنو ينجم يعمل في بلاصه حتى حد ما يشوف فيها. هذاك علاش تثبت وقاتلوا اللي ما نجمش نطول اكثر من هكايا، لا العائله نتاعها يتحايروا عليها. احمد بالطبيعه ما كانش ينجم يخليها تمشي هكاكا، طلب منها حاجه واللي هي نمرو تليفونها، وتسبب وقالها اللي عادي ديما ياخذ في تليفونات النوامر اللي قراو معاه ولا عندهم برشا ما شافوهوش باش يبقاو كونتاكت معاهم، ويقولها لي هذاك هو الطبع نتاعو. هيفا الحقيقه لهنا خذات بخاطره وعطاته التليفون. المهم اخويا هاو التليفون وفوقني من شرك. وهذاك شنو باش يصير بالنسبه لهيفا، نمرو التليفون نتاع احمد ميم با طلبته ورجعت بحذا عائلتهم. اما بالنسبه لاحمد قيدها زوجتي ديريكت في الكونتاكت نتاعو، خاطر حطها في مخه وماهوش باش يسيبها الا ما يوصل للهدف نتاعو، والا الهدف اخر، على خاطر احمد باش يظهر يعاني من واحد من الامراض اللي فما برشا ناس قاعده تعاني من المرض هذايا وما في بالهمش. وفي العرس وكل واحد شد دارو،
بالنسبة لهيفا رقدت على روحها عادي يا أيها الناس. بالنسبة لأحمد ما جاهوش النوم الليلة هذيك، على خاطر يعتبر اللي النظرة اللي شاف بها هيفا هي كود فضل، يعتبر زاد اللي المقابلة القصيرة اللي صارت ما بيناتهم الزوز هي أول مفتاح وإلا أول خطوة في العلاقة متاعهم. هذا بالطبيعة حسب التخمام متاعو. دونك قعد يخمم ليلة كاملة شنية لازم يعمل باش يجبد انتباهها، هل انه يكلمها ديريكت توا والا يصبر الغدوة؟ ما كانش عنده حل اخر، جوست يا توا يا غدوة، وقرر انه يكلمها من غدوة. وهذاك شنو باش يصير؟ العشرة متاع الصباح تليفون وصل لهيفا، هزت هيفا التليفون، الو شكون معايا؟ انا احمد، ما عرفتنيش حكيت معاك البارح. لا احمد لاباس شنو احوالك؟ كهو احمد عاد بدا يتسبب ويجبد نحو العيلة، ما حكيناش البارح بالكتاب، حسيلو حكايه في المواضيع الكل كان عليها هي، لحد ما هيفا حست اللي لازمها تعلق وتسببت باي حاجه مهمه تعلق التليفون هذايا. وعلق احمد، حس اللي هي حكيتها معاه بنوع من البرود، ما توعدتوش، حب هكا يوصل لها اللي هو معجب بها. هي في بالها اما ما كانتش متوعدته، على خاطر ماهوش خيار بالنسبه لها، ما عجبهاش اولا، ثانيا ما تعرفوش بالكدا، بين با تتذكروا اللي هو قرا معاها قبل، وقت اللي هذا الكل نفسه يحس فيه احمد لكن بالمقلوب. ولهنا دخلنا الحاله تتسبب الحب الهوسي من طرف واحد، وهذا اخطر انواع الحب اللي اغلبيه جرائم القتل في العالم السبب متاعو هو الحب هذا، اللي سبب الغيره، العنف وبرشا حاجات اخرين نجمو نحكيو عليهم. عدت شي مكالمه الاولى هكاكا، المكالمه الثانيه كيف الثالثه، الرابعه، كل مره يسال على حاجه، حتى لين هو قلق وهي بطبيعتها قلقه من الاول وماهيش قابله للمواضيع العاديه. وراو كي نحكي لكم مكالمات مش معناها مكالمات طويله تاع دقيقه دقيقه ونص ماكس، لحد ما قرر انه في الاخر الصراحه باللي يحس بها الكل. هو عارف ولا حاسس اللي هي ماهيش قاعده تجاوب معاه، ما تحبوش وماهيش تخمم فيه اصلا، لكن هو هكا ولا هكا قرر انه يصارحها، واللي باش يصير ماهوش باش يرضى بيه، باش يكلمها مره اخرى وباش تحس عليه، وباش يقول لها يا بنت الناس راني عاجبك وكذا وكذا، ومن اول نهار ريتك ناوي عليك. وهي الحقيقه باش تتصدم وباش ترفض بالطبيعه من الاول، وباش تقول له اصلا هكا ولا هكا مانيش قاعد نخمم في حكايه العلاقات جمله، لا يا بقرايتي توا مازالت صغيره، وخاصه ما نحبش حاجه تتفرض علي. كلامها الكل مر، كلامها الكل جو مريكل، كلامها الكل جو مريكل وصحيح وعندها الحق، لكن هل انه احمد باش يفهم الحاجه هذيا؟ امبوسيبل. احمد كما نقولوا طاح في حبك درباري، خاصه اللي هو حب من طرف واحد، الطرف الثاني لا عبره ولا حتى وراه شويه اهتمام. الحاجه هذه مش باش توجعوا بركه، بل باش تحطموا. احمد باش يولي حتى ما عادش يمشي يخدم، تخمامه الكل باش يولي كان فيها يفلس الليل، وكيفاش ينجم يتحصل عليها في الاخر، حتى انه باش يقعد يتكلم فيها في التليفون اكثر من مره. لكن هيفا ما عادش تهز عليه جمله، ما عادش باش تعبره، ديجا قتلوا هي من التليفون الاخرى، تعمل مزيان ما عادش تعاود تكلمني اصلا. قلنا احنا الشيء هذا الكل صار في جويليا في عده ايامات من بعد اكل العرس اللي حكينا عليه، تتعدى جويليا اوت وسبتمبر. سبتمبر احنا نعرفوا اللي في تونس الكلهم يرجعوا يقراوا، ومنهم هيفا اللي باش ترجع تقرا، ومن اول نهار باش تتفاجئ انها باش تلقى احمد موجود قدام الليسي اللي تقرا فيه. الحاجه هذه باش تكون لها صدمه، خاصه اللي هي ماشي في بالها اصلا اللي حكيته فات وما صارش بيناتهم حتى كونتاكت من بعد هاك التليفون الاخر. لكن اللي كان باين من احمد انه شهرين ما كانوش كافيين باش ينساها. هو كي تشوف الحقيقه احمد ما حكاش معاها اصلا قدام الليسي، بل كان يتبع فيها، يعمل روحه ساعات انه يحكي مع اصحابه غادي، لكنه كان يتبع فيها من بلاصه لبلاصه. الحاجه هذه كانت تخوف اكثر من انه يجي يحكي معها. اللي هو تخيل انت تمشي تقرا في امان الله، فما عبد تعرفه وتعرف اللي هو متعلق بيه، يتبع فيك من بعيد من بلاصه لبلاصه، ما جاش حكي معاك حتى مره، تحس اللي فما حاجه باش تصير. لين ولات هيفا في حد ذاتها تعيش في ستريس، في خوف، وماهيش عارفه شنو تعمل، ووصلت حتى ايامات ما تجيش تقرا جرت اسباب هذايا. وهي من الاول ما حبتش تقول لعائلتها، ما حبتش تعمل مشاكل ما بين العائلات وفي البلاصه، خاصه اللي في الاخر في مخها باش تجيب المشاكل للروح، على خاطر هي اللي مدت له نمر التليفون. لكن في الاخر باش تقرر انها تمشي لبوها وتحكي له كل شيء صار من الاول للاخر. الحقيقه من الاول بوها باش يلومها، لكنه هكا ولا هكا لازم يلقى حل لبنته، باش يقول لها اوكي خلي الموضوع عليا، اما على شرط مدلي تليفونك باش كان كلمك يهز عليها هو ويعرف كيفاش يتصرف معاه. وهذا كاش هو باش يصير. من بعد ايامات باش يطلبها احمد، ولهنا بوها باش يهز عليه التليفون بالطبيعه باش يوصيه وينبه عليه ويقول له راهو الطفله راهي رفضتك، خليها تقرا وتشوف مستقبلها يرحم والديك، والنمرو هذا ما عادش تدور بيه ولا عاد تدور بها. وبالنسبه لبوها هكا وصلت الرساله الاولانيه. اما بالنسبه لاحمد
هذا ما يعني حتى شيء، على خاطر هو تحب ولا تكره وصل نوع من انواع الهرس لا ستولكينج. السيد يتبع فيها من بلاصه لبلاصه، التليفونات ما خلى شيء وما عملوش، خاصه توا من بعد ما بوها فكر التليفون لقى اشكاليه كيفاش يكلمها. لكن هو الذكاء اللي عطاه له ربي الكل خدمه في العلاقه هذه وكيفاش ينجم يحصل على هيفا. دونك قرر انه يتقرب لوحده من صحابها ولا صاحباتها اللي يقراوا معاه فرد كلاس، بالطبيعه مش على زينهم ولا على لونهم، قرب لهم على خاطرها هي باش ينجم يكون علاقه صداقه ما بيناتهم ويولي ينجم يستعملهم باش يتقرب من هيفا اكثر. وفي نهار من نهارات اخذ نمرو تليفون واحده من صاحباتها وكلمها على التليفون هذاك، وقال للطفله اللي هزت عليه باش تعدي له هيفا في التليفون. هيفا استغربت منه اللي هو شكون اللي مكلمني على نمرو صاحبتي، وسالت على الموضوع وفهمت الحكايه من الجود للاخر. لنا بالطبيعه ماهيش باش تهز عليه التليفون وتدخل تقرا وهي خايفه ومتوتره المسكينه. اما بالنسبه لاحمد توا ما فماش حل اخر بخلاف انه يمشي له ويحكي معاه قدام الليسي. وهذاك شنو باش يصير؟ باش يستناهم لين يكملوا يقراو وهو راكش عشيه كامله فك الكاميون نتاعو باش تخرج هيفا مع تقريبا الخمسة متاع العشيه باش يمشي لها احمد ويشدها من يديها ويقول لها راهو لازم نحكي معاه. هنا المسكينه باش تولي تصيح وتعيط حتى لين تهرب منه وترجع تدخل الليسي وباش تقابل اي بروف ولا قيم موجود غادي وباش تقول له على الموضوع وباش تطلب منه باش تتسلف تليفون من عندهم وتكلم بها يجي يروح بها. وهذاك شنو باش يصير؟ بالنسبه لاحمد هو هكا ولا هكا باش يعرف وريحته ما فماه باش يوصل للبول الليسي باش يحكي مع بنته وباش يبدا يلوج على احمد من بلاصه لبلاصه كلمه بول. نرفز السيد ما لقاش حل معاه، خلى اللي في يديه الكل خدمته كل شيء وجاي يجري على خاطر بنته باش يقعد يلوج لحد ما يوصل لوحده من القاوي اللي موجوده مش بعيده عن الليسي. فعليا باش يلقى فيها احمد غادي وباش يدخل يعاركه قدام الناس الكل، وحتى انه كان باش يضربه لولا انه الناس اللي موجوده غادي حست ما بيناتهم. الحقيقه من بعد الفازه هذه احمد باش يجبد روحه شويه على خاطر بعد بيامات من الحادثه هذه هيفا ماهيش باش تراه وباش تحس الحقيقه بنوع من الطمانينه والسكينه انها اوكي حياتها بدات ترجع من خير وحتى نفسيتها تحسنت. لكن انه هذا اللي باش يصير اكيد لا. احمد خذا الفتره هذه وجيزته بعد على هيفا باش ياخذ فيها قرار انه لازم يستعمل اخر طلقه ليه انه يا هيفا تكون معاه يا ما تكونش اصلا في الحياة. وعلى الظاهر هذاك شنو باش يعمل احمد في واحد من صباحات مارس 2012 يعني في السمستر الثاني باش تشوفوا قداش قالت الحكايه من جوان 2011 لمارس 2012 وهو يتبع في الطفله. جيت تقول لي ما علاش ما شكاوش في البوليسيه، خاصه اللي فما برشا حاجات صارت قدام شهود عيان كيما مثلا انه جاها للليسي انه تواصل مع اصحابه وفما حتى بوها اللي في باله بالموضوع. الحقيقه نتاع ربي ما نعرفش، اما يظهر لي ما حبوش يكبروا الحكايه اللي هي علاقه نتاع زوز صغار وماهيش باش تمشي الحاجه ما ابعد ما يتصوروهاش. لكن هالكلام هذا صحيح للاسف لا. كما قلنا في واحد من صباحات مارس 2012 هيفا مشيت تقرا كالعاده الصباح بكري، احمد مشي قدام الليسي ما لقاهاش ولهنا توقع انه الطفله دخلت. لهنا احمد حب يدخل زاد هو للليسي، قابلوا العساس وما حبش يدخلوا. احمد حب يقنعه اللي هو كان تلميذ سابق وكان يجي قبل الليسي، لكن بالنسبه للعساس هذا خط احمر، خاصه يعرف بحكايته الكل وشافوا شنو قاعد يعمل في الاشهر اللي فاتوا. دونك بالنسبه للدخول ممنوع. لهنا احمد باش يخمم في طريقه اخرى. دونك الحل بالنسبه لي كان انه ينقص سور الليسي، هو يعرف كل نقبه موجوده في الليسي هذه. دونك استعمل طريقه كان يستعمل فيها قبل ونقز من السور ودخل الليسي كي أيها الناس. للأسف الحاجة هذه مازالت موجودة لحد يومنا هذا في عديد المعاهد والمناطق المدرسية اللي موجودة في البلاد متاعنا. ما مش مشكل، نقز أحمد الليسي ودخل وبدا يلوج من الكلاس لكلاس. برشا تلامذة شافوه وكانوا حاسين اللي باش تصير حاجة غلطة، لكن كانوا خايفين منه بما انه احمد هكا ولا هكا كان كبير يتسمى مقارنه بهم. المهم دار هكا الساحه الكل لحد ما لقى هيفا موجوده في كلاس واحده قاعده تقرا، يحل الباب ويدخل ويسكروا. وهيفا لهنا كأنه غول تخلى عليها، فجعت وترعبت رعبه من غير ما نحكي لكم كيفاش. السيد هذايا حرفيا عنده تقريبا 6 شهور وهو يحسر فيها، ما لقاتش معاه حل. دونك لهنا كانت حاسه وشبه متاكده انه باش تصير لها حاجه في النهار هذاك، باش تقف متسمسره مرعوبه قدامه من غير حتى ردة فعل. يقرب لها احمد بشويه يسالها سؤال واحد ما يستنى كان جواب واحد. يقول لها انا نحبك وانتي تحبني وتكمل معايا ايه والا لا. هيفا من الرعب والخوف باش تقول له لا، مازالت ما كملتش كلامها. احمد باش يجبد سكينه ولا بوسعاده من جيبه ويوجه لها عده طعنات خاصة على مستوى الرقبة وعدة مناطق أخرى من بدنها. هيفا بحرارة الروح باش تعيط مرة بركة السيحة اللي باش تلم الناس الموجودين الكل في الليسي. لكن بعد شنية
ومن بعد ما هيفا طاحت غارقة في دمها، الناس باش يدخلوا باش يلقاو أحمد شاد سكينة في يده يغزر الهيفا تايا، وكأنه ماهوش معاهم. وفي دقيقة بركة باش يهرب أحمد ويخرج من الليسي، بص ملع وذا حتى حد من بعدها باش يشوفوا وين مشى. وملها إلا ساعات الناس باش يبداو يتلموا أكثر وأكثر، الحماية المدنية توصل، الشرطة وعائلة الطفلة اللي باش يتصدموا بالمشهد اللي شافوا. هيفا اللي أول ما وصلت لسبيطار جروباليا باش تتوفى على عين المكان من غير اصلا ما يوصلوا يسعفوها. ولهنا باش تكون نهاية الطفلة يعمل تقريبا عمرها 20 سنة، زادت في عمر الزهور على يد واحد انسان مهووس. الله اعلم شنو كان متعاطي وقتها من غير ما ندخلوا فيه الموضوع هذايا، والسبب هو الحب الهوسي اللي كما قلت لكم يعانيوا منه عديد الناس وما هم الشرقيين. واعراضه بسيطة على الاخر، انك تخمم في العبد من الصباح لليل، هو برك ولا حتى حاجة أخرى. بالنسبة لأحمد في حد ذاته حب يهرب من لول عند واحد من أصحابه اللي باش يرفض إنه يخبيه جملة، بل بالعكس باش يعلم عليه وملا إلا سويع، وأحمد باش يتم إلقاء القبض عليه باش يستعرف باللي حكيناه الكل وكل شيء صار، لحد ما نوصلوا للجلسة متاعه والحكم النهائي في محكمة جرومباليا، وهي الإعدام شنقا حتى الموت، بما معناه في قانون تونس السجن بدل الحياة. السيد لحد يومنا هذا مازال عايش ويعمل تقريبا عمره 35 سنة يمكن. أما بالنسبة لهيفا توفات عندها تقريبا 17 سنة، خلت وجع وراء عائلتها وللناس اللي يحبوها. أما بالنسبة للقاتل مازال موجود ويمكن يخرج فيها عفو، الله أعلم. إن شاء الله ليه، إن شاء الله يتبدل القانون أصلا في حد ذاته ويولي تبقوا الإعدام، فماشي ما ينقص الإجرام. وخاصة شفنا الأيامات اللي فاتوا كمية الحاجات اللي صارت في المعاهد والمؤسسات التربوية في بلادنا، والفيديو هذا أصلا عملته جرت المواضيع هذيك. هذا اللي كان عندي اليوم، نترحم على روح هيفا. ما تنساوش كالعادة اللايك سبسكرايب والشير، ما تنساوش كالعادة اللايك سبسكرايب والشير. اعطوني اقتراحاتكم الفيديو الجاي ونشوفكم غادي إن شاء الله.